السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم بفيديو جديد. في البداية بحب أشكركم على تعليقاتكم المحترمة عندنا على القناة. طبعا يا جماعة كل الناس تنزل تصلي على النبي قبل ما نتكلم في أي حاجة، وتشترك في القناة علشان كل الفيديوهات الجديدة توصلك أول بأول. لكن النهاردة يا جماعة التقدم والتطور اللي بنشوفه في المغرب أحدث ضجة كبيرة جدا في الإعلام الأوروبي والإعلام العربي كمان. ده كمان يا بسنة ده سبب قلق وخوف لأسبانيا طبعا. يا داليا النهارده لا ده احنا النهارده بقى معانا تقدم، معانا الفيديو اللي معانا ده عامة يا جماعة هيشرح لك قد إيه المغرب ما عادتش من الدول الصغيرة. المغرب عادت دولة كبيرة، دولة خلاص عادت يعني الكل بيسلط الضوء على المغرب، يقول لك المغرب النهارده هتصنع ايه؟ المغرب النهارده هتمتلك ايه؟ المغرب النهارده عندها بنية تحتية وعندها مشروعات ضخمة. خلي بالكم يا جماعة ان اسبانيا كشفت وشها ماشي وبينت خوفها من التقدم والتطور اللي موجود في المغرب في الفترة الأخيرة دي بالذات. دوت ما يمنعش ان انت تنزل تقول لي رأيك في الفيديو وتعمل لايك للفيديو دوت وتشترك في القناة علشان كل فيديو جديد ننزله يوصل حضرتك أول بأول. فيلا بينا ندخل نشاهد الفيديو. العاصمة الرباط تتزين بملعبها الجديد، ملعب الأمير مولاي عبد الله، يطالعك بتصميم منفرد يضاهي الملاعب العالمية ويحتفظ لنفسه بسحر خاص. اليوم يكشف أسراره للعالم بحلة جديدة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية لتحديث البنيات التحتية الرياضية وفق رؤية استراتيجية تجعل من الرياضة رافعة للتنمية وواجهة لإشعاع المغرب قاريا وإفريقيا. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن على تدشين ملعب الأمير مولاي عبد الله. ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن استعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي التي أدت لسموه التحية الرسمية قبل أن يتقدم للسلام عليه كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ولي جهة الرباط سال القنيطرة عامل عمالة الرباط، رئيس مجلس الجهة، رئيسة المجلس الجماعي للرباط، ورئيس مجلس عمالة الرباط، وشخصية سامية أخرى. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس حفلة تدشين ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط بحلته الجديدة، والذي تم إعادة بنائه بالكامل في ظرف قياسي وبحنكة عالية وتصميم يضاهي أقوى وأجمل ملاعب العالم. السعة الاستيعابية للملعب باتت أزيد من 68 ألف متفرج. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن زار مقصورات الضيافة سكاي بوكس التي تمنح تجربة متابعة المباريات في أجواء تمنح لمرتاديها الرفاهية والراحة. عددها 110 أجنحة ضيافة خاصة تصل قدرتها الاستيعابية إلى 20 متفرج وتبلغ مساحتها 35 متر مربع. وفي لحظة مفعمة بالرمزية والوفاء رافقت تدشين صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط عدد من العمال الذين ساهموا في بناء هذا الصرح العالمي، يستقبلون سموه بتصفيق حار ليبادلهم سمو ولي العهد التحية والتقدير تكريسا لثقافة الاعتراف لجهود بناة الوطن. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وقف على تصميم مدرجات الملعب بمختلف مستوياتها، والتي تستجيب للمعايير العالمية وتمنح الجماهير فرصة متابعة المباريات ضمن أفضل الظروف وحيثما كانت زاوية المتابعة، مع تغطية كاملة للمدرجات على طريقة كبريات الملاعب العالمية. إثر ذلك زار سموه المدرجات الخاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والولوجيات الموضوعة رهن إشارتهم، فحسب المعايير الدولية المعتمدة تخصص نسبة لا تقل عن 1% من إجمالي سعة الملعب لهذه الفئة من المشجعين.
الملعب يتوفر على مركز للإعلام والصحافة مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية في هذا المجال، بالإضافة إلى منصة خاصة بالصحفيين توفر لهم كل سبل أداء مهامهم الإعلامية في أحسن الظروف. إلى جانب جناح خاص بالشخصيات المهمة VIP و VVIP لكبار الشخصيات والضيوف المميزين. الملعب الذي ينتمي إلى أحدث جيل للملاعب العالمية الكبرى يتوفر على مركز للتحكم ولإدارة العمليات الأمنية من خلال كاميرات المراقبة التي يتجاوز عددها 800 كاميرا عالية الجودة. من هنا يتم التحكم في الإضاءة التي يبلغ معدل سطوعها أزيد من 3000 لوكس، بالإضافة إلى مكبرات الصوت بنقاء صوت لا يشوش عليه ارتداد الصدى. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تفقد مستودعات الملابس الخاصة باللاعبين والتي تستجيب لدفاتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتوفر للأطقم التقنية والإدارية للمنتخبات والفرق أحدث وسائل الإعداد البدني ورسم الخطط التكتيكية للمدربين واستعادة التركيز، وغرفة خاصة باللياقة البدنية والإحماء. الملعب يتوفر على قاعة للندوات ومنطقة مختلطة للإدلاء بالتصريحات ومصحة تتوفر على كل المستلزمات والمعدات الطبية، بما في ذلك إمكانية إجراء تدخلات طبية مستعجلة. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن زار المركز الخاص بالأمن الوطني لضمان استتباب الأمن أثناء مختلف التظاهرات الرياضية والمباريات. أرضية الملعب مكسوة بالكامل بالعشب الهجين المنتمي لأحدث جيل يتميز بمتانته ومقاومته لمختلف الظروف المناخية، ويتحمل كثرة المباريات التي لا تؤثر على جودته ولا. Aura lieu un nouveau joyau architectural inauguré cet après-midi à Rabat par Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay Hassan, sur ordre de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et ce, après des travaux de reconstruction ayant permis de mettre cette prestigieuse infrastructure sportive en conformité avec les normes FIFA 2030. À son arrivée au stade de Prince Moulay Abdallah, Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay Hassan, a passé en revue une section de la garde royale qui rendait les honneurs avant d'être salué par des membres du gouvernement et autres personnalités. Le nouveau stade dont la reconstruction intervient en exécution des hautes directives royales visant à doter le royaume d'infrastructures sportives de qualité en perspective des prochaines échéances internationales, notamment la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030. Le stade a été conçu pour répondre aux exigences des compétitions sportives de haut niveau. Ce stade, caractérisé par sa modernité, sa durabilité, sa connectivité, a été réalisé par des compétences marocaines, conformément aux meilleurs standards internationaux en la matière. Le stade de Prince Moulay Abdallah est ainsi équipé d'une pelouse naturelle hybride avec une technologie de pointe, la première du genre en Afrique. Une pelouse qui combine gazon naturel et fibres synthétiques.
La pelouse combine donc gazon naturel et fibres synthétiques pour offrir une surface optimale en termes de drainage, de résistance et de récupération rapide du terrain, ainsi que de performance, de durabilité et de sécurité des joueurs. D'une capacité totale de 68 700 places, le stade de Prince Moulay Abdellah, qui est doté d'aménagements haut de gamme, offre 3 catégories d'espaces d'hospitalité. Il dispose ainsi de 110 loges et de 5 salons d'hospitalité pouvant accueillir près de 5400 sièges, ainsi que d'un espace réservé aux personnes à mobilité réduite. Cette infrastructure sportive ultra moderne comprend également un grand espace média pour presse écrite et audiovisuelle, offrant aux journalistes et aux médias tous les moyens logistiques et techniques nécessaires. Les travaux d'aménagement du nouveau stade ont porté aussi sur la réalisation de 5 ouvrages d'art pour faciliter l'accès à cet édifice, ainsi que de 6 parkings. Nous y reviendrons pour les développements dans nos prochaines éditions. طبعا يا جماعه احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو اللي معانا النهارده، ونتمنى الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم، ويا ريت يا جماعه ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.